والكاملة والصحيحة لذاك السؤال التاريخي الهام الذي سأله الوالي بيلاطس القبطي للسيد المسيح: وما هو الحق؟ الحق هو السيد المسيح آدم الجليل من خلال عمله الخلاصي ومن أجل كثرة محبته التي لا تستقصى لجنس البشر طأطأ السماوات والحجر وآخذ صورة عبده صائرا في شبه الناس وبتجسده من دماء العذراء طائعا حتى الموت موت الصليب مفتديا آدم القديم الساقط بدمه الكريم ومنقذه من سلطان الموت وأدخل إياه إلى فردوس النعيم من خلال القيامة المجيدة واهبا ومنعما له الحياة الأبدية بمجاله. لذا حدث القيامة هو عيد الأعياد وموسم المواسم، إنه الفصل المجيد أي العبور من أرض مصر واستبداد فرعون أي سلطان الخطيئة والموت وحكم الشيطان إلى أرض الموعد أي حرية أبناء الله في الملكوت والنعيم الدائم والحياة الأبدية. إن مضمون حدث القيامة المعبر عنه بتحية الانتصار المسيح الطاهر الطهار يشمل في داخله السلام والرجاء والفرح المصري، والذي يؤكد بعزيمة وثبات انتصار المسيح على سلطان الموت، وأيضا كشراكة إلى تكملة الحياة الإلهية بالمسيح مسبقا في هذا العالم الحاضر. هكذا فإننا نصبح شركاء الليتورجية والقداس الإلهي في كنيستنا. لذلك الكنيسة الرومية الأرثوذكسية دعيت بنجاح كنيسة القيامة قيامة المسيح هي الحدث المميز الذي تجاوز حدود الطبيعة ونواميسها، فالقيامة ما هي إلا عمل القوى الشاملة الإلهية الضابطة للكل. قيامة المسيح المجيدة من بين الأموات حسب الرسول بولس من خلال قوى مجد الآب، وكذلك يذكر الحكيم بولس في موضع آخر: وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات. أيها الإخوة الأحباء في المسيح، إن قيامة المسيح هي النور والضمان الأكيد من أجل خلاصنا وخلاص العالم، فالقديس يوحنا الدمشقي يؤكد هذا، وفيما نجدد بعد القيامة يقول: وبعد قيامة المسيح من بين الأموات زالت عنه كل الانفعالات، أعني بذلك الملل الذي هو جوع وعطش ونوم وتعب وما شابه ذلك. وإن كان ذاق طعاما بعد قيامته ليس بموجب خاصة الطبيعة، فإنه لم يكن عرضة للجوع، بل كان ذلك في سبيل تدبير خلاصنا ليثبت لنا حقيقة قيامته، ذلك أن الجسد الذي تألم هو نفسه قد قام، وأنه لم يبلغ جزءا من أجزاء طبيعته ولا جسده ولا نفسه، بل قد حافظ على جسده ونفسه الناطقة والعاقلة والمريدة والفاعل. قد جلس على هذه الصورة عن يمين الآب، وهو يريد خلاصنا بإرادته الإلهية البشرية، ويعمل من جهة بفعله الإلهي على العناية بالجميع وحفظهم ورعايتهم، ويعمل من جهة أخرى بفعله البشري على ذكر جميع العائشين على أرضه، ناظرا وعارفا أن الخليقة العقلية كلها تسجد له، لأن نفسه القدوسة تعرف أنها متحدة بالله الكلمة في أمومه، وأنه يسجد لها معه بصفتها نفس الله، وأنها ليست مجرد نفس فحسب، والصعود من الأرض إلى السماء والانحدار منها ثانية إنما ذلك يختص بجسد محدود. وقد قيل عنه: هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما عاينتموه منطلقا إلى السماء. لذلك نضم صوتا مع القديس يوحنا الدمشقي ونرنم قائلين:
اليوم صار الخلاص للعالم لأنه قام المسيح كضابط للكل. نعلن هذا السر الخلاصي والمحيي كنيستنا الأرثوذكسية الجامعة المقدسة في أنحاء العالم في هذه الليلة لكل ملكها. أما كنيسة القدس أم الكنائس فتعلنه إلى أعضائها والحجاج القادمين من كل حدب وصوب ومن المكان الذي حدث فيه ذلك من الجلجلة والقبر الكلي القداسة وقبر الحياة. ومن هذا الرأس الفارغ نوجه تحية سلام ودعاء أبويا وبركة بطريركية بالمسيح إلى سائر أبناء كنيستنا الرومية الأرثوذكسية القريبين والبعيدين، وندعو للجميع قوة وحياة ونعمة وبركة من يسوع المسيح القائم من بين الأموات، فرحا وبهجة، وخاصة الذين يقطنون في أردننا الحبيب بسلام وأمان وحرية دينية ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والحسين المعظم وحكومته الرشيدة، وإلى شعب بلدنا الأردن الحبيب متمنين له سنين عديدة سلامية ومباركة وأمنا يعم السلام العادل والشامل في العالم أجمع وخاصة في الأراضي المقدسة. آمين. مستغفرين عليكم أدعيتنا الأبوية وبركاتنا البطريركية. المسيح قام حقا قام، الداعي لبنوتكم بالرب يسوع المسيح في أفرس الثالث بطريرك المدينة المقدسة فسح 2012.
ملكوت السماوات كل حين لنا كل وان وإلى دار الداهرين. رئاسة كهنوتك ليذكره الرب الإله في ملك السماء كل حين لنا وكل وان وإلى دار الداهرين. Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφύλου, του αδελφών ημών αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών και μοναζωσών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συγκεκριτών ημών Κωνσταντίνου, Αντίπ και Ειρηναίου, πρεσβυτέρων, τέκνων, εγγονών και οικείων αυτών, τους συμπροσωπωμένους, νεκταρίου ιερομονάχου κατά της συνοδείας αυτού, πάντων, απ' τ' άλλα ιερέως, πρεσβυτέρας τέκνων και οικείων αυτού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των σκηνητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, εκκαινιστών, του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, Αμπάνα ο Πατριάρχηνα Θεόφιλος, وجميع قواتنا بالمسيح جميع المسيحيين الحسنين الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائهم وأولادهم وكلام اللاطنين يذكر الرب الإله في ملكوته كل حين على كل وان وإلى دار الداهرين. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين الآن كل وان وإلى دار الداهرين. Των μακαρίων και αηδήμων κτητών και ανακοινιστών του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των αηδήμων Πατριαρχών Ιεροσολύμου, Ανθίμου, Πολυκάρπου, Αθανασίου, Κυρίου, Προκοπίου, Ιεροθέου, Νικοδήμου, Γερασίμου, Δαμιανού, Τιμοθέου, Βενεδίκτου και Διοδόρου, των αηδήμων Πατριαρχών, των αηδήμων Αρχιερέων, Αριστοφούλου, Κωνσταντίνου και Σιλβέστρου, των αηδήμων προκατόχων ημών, Αρχιεπισκόπων Γάζης και Μητροπολιτών Φιλαδελφίας, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, αγωνισαμένων, πατέρων, αδελφών και οικείων ημών και των δούλων του Θεού, των ιερέων, των ιερατευσάντων και της Μητροπόλης της Ιορδανίας, Βαρθολομαίου Παϊσίου Ιακύμθου, Αλεξάνδρου των Αρχιμανδριτών, Ιμπραήμ Σιλμάν, Αθανασίου Τζότζη Σκάκ, Χάνα Τζίτιες Αντίπ Σαΐδ, Μανσούρ Νάμε Ιούσεφ Σαΐδ Αΐσα, Ιακούμ, Αϊγούμ, Ιμπραήμ, Σαλάμ, Ισουέλεμ, Φάραχ, Ιμπραήμ, Ιούσεφ, Ατάλα, Νάσαρ, Σαΐδ, Μιχαήλ, Χαλίλ, Ναστράλα, Αΐδ, Τζίργες, Νικόλα, Γιακούμ, Πούλος, Τζόρτζ, Ιακούμ, Σαλίμ, Αΐσα, Ιούσεφ, Σαΐδ, Νάσερ, Σάλεμ, Αϊγούμ, Τζόρτζ, Τζίργες, Αμπτάλα, Χάνα, Ψάρα, Μιχαήλ, Μούσα, Σαλάμ, Μούσα, Τζόρτζ, Αΐσα, Αμπτάλα, Σαλίμ, Σάλεμ, Χάνα, Σάβα, Τόλι, Χαλίλ, Αμπτάλα, Αΐσα, Αΐσα, Σάλεμ, Αΐσα, Σάλεμ, Σαλάρι, Σαλμάν, Χαλίλ, Αΐντ, Ράζι, Σαλμάν, Χαλίλ, Σαλμάν, Θωμά, Πέτρο, Σπυρίδωνος, Μιχαήλ και Αΐσα και των δούλων του Θεού, Σαλίμ, Εμίλ, Φουάτ, Κάμελ, Ιμάν, Μήτρη, Ιούσεφ, Ναβάρ, Φάραχ, Ιμπραήμ, Αντών, Φάτμα, Άιμαν, Απτερμασίχ, Ηλία, Ιμάν, Ουαλίδ, Ελένης Πρεσβυτέρας, Μάρια, Παναγιώτου, Αποστόλου, Νικολάου, Σαλίμ, Εμίλ και Φουάτ και Ιμπραήμ, ποιον εμνημονεύσαμε με τη Αγία και Ιερά Προθέση, τεθνεών των αδελφών ημών. Γιάθκουρου Ράπου Λινά,
στη μαλακούτη φυλακίνη.